بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا النهارده ان شاء الله نعمل يا ولاد مع بعض قرع العسل. بصوا قرع العسل الجميل ده، بصوا ده 2 كيلو ونص. هعمله يا ولاد، هقسمه 2، هعمله على صينيتين، بيعملوا صينيتين حلوين قوي. اكبر صينيه في صواني البسبوسه، عارفين صواني البسبوسه الثلاثه دول؟ القرعيه الواحده بتعمل صينيه حلوه قوي يا ولاد. بصوا قطعتها طبعا 2، وطبعا هنضفها كده زي ما بنضف كده الاناناس والكلام ده. طبعا هنشيل اللي في قلبها، اللب اللي في قلبها كده، بننضفها ونقشرها ونقطعها مكعبات. يلا نجهزها وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا قطعت كده ايه، بصوا النص بس قطعت نص واحده مكعبات، والنص التاني هقول لكم هنعمل فيه ايه. بصوا لسه بحاله اهو، لما اقطعه هقول لكم هنعمل فيه ايه وهنشيله ازاي. بصوا حبايبي، قطعت هنا ايه القرع كده مكعبات، نزلت عليه كده يا ولاد ايه بمعلقه جوز الهند كده، معلقتين. طبعا انت هتحطي اللي انت عايزاه، لو عايزه تحطي معلقه 2 براحتك، انا حطيت 3 معالق تمام. وهنزل عليه بشويه من الفانيليا، وبعد كده هنزل بكوبايه صغيره من السكر. انت حابه تقللي السكر تزودي السكر براحتك، مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين كده، سهل وبسيط يا ولاد، وحلو جدا، وبيتاكل ساقع في الحر ده وجميل. ويا سلام بقى لما تعملي بقى ايه كده طبق يعني صينيه قرع كده وتديها لحماتك، ربنا يهديلك حماتك كده ان شاء الله، وتاكلها كده ساقعه ترطب على قلبها، وقولي لها ادعي لي بقى يا ماما دعوتين حلوين. هتاكل القرع وتدعي لك ان شاء الله. بص يا حبايبي، طبعا القرع كده اتسلق على النار. طبعا حطيت ايه كوبايه سكر وكوبايه صغيره من الميه، اتسلق على النار. وخدت بعد ما نزل غلوتين ونزلته، اخدت صفيت الميه اللي فيه من جوز الهند واخدته، عشان انا هحتاج الكوبايه دي. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه، نحطها على اللبن. بس هنفرم بقى فرمه خفيفه كده، مش هننعم قوي زياده عن اللازم. بصوا حبايبي، هنا بقى ايه، خلاص فرمنا كده بالهاند بلندر، فرمنا قرع العسل. ما عندكيش هاند بلندر هيبقى بالشوكه. وجبت طبعا الموز كده يا ولاد، انا جايبه 5 صوابع من الموز، عشان بس الموز كان صغير. لو انت عندك موز كبير شويه ممكن تحط صباعين او 3. هتقولي ليه الموز؟ هقول لك ايه لما تعمليه هتعرفي. الموز هيخلي لك القرع في حته تانية، طعمه حلو جدا. وحطيت يا ولاد حوالي كده ايه معلقتين من الزبيب، وحطيت معلقه صغيره ممسوحه من القرفه. مش بتحبي القرفه خلاص استغني عنها. بصوا يا حبايبي اهو بالشكل ده كده. بقى معايا الصينيه كده، بصوا دي اكبر صينيه في صواني البسبوسه يا حبايبي، او صواني البيتزا اللي هم 3 صواني فوق بعض، دي اكبر واحده فيهم. بصوا اهو وزعت القرع بتاعي ده، نص قرعايه وشيلنا النص التاني، خلي بالكم ركزوا معايا. بصوا يا حبايبي اهو، عشان ما تعمليش يبقى القرع ايه تخين قوي. بصوا كده بيبقى سيمبل كده وجميل. بصوا يا حبايبي اهو كده بالطريقه دي. بصوا كده في خشانه خفيفه قوي في القرع، ناعم بس فيه نسبه خشانه. والموز زي ما انت شايفاه كده، والموز مش بيسود ولا اي حاجه، وهتعملي وهتشوفي هتلاقي الموز زي ما هو. هنا بقى معايا يا حبايبي كيلو من اللبن. هحط على كيلو اللبن ده هحط معلقتين من اللبن من الكريم شانتيه، تمام يا ولاد. وهحط عليه 4 معالق كبار من النشا. 4 معالق كبار من النشا. خدوا بالكم انا بس بحط المعلقه في البطرمان، فمش بعرف املاها كويس. فانا المهم كل المجمل اللي انا بحطه ده 4 معالق من النشا، تمام. وهحط معلقه واحده من السكر، لان انا هحط الميه بتاعه القرع مسكره قوي، هستكفى بيها. وهحط بس ازود معلقه واحده من السكر. طبعا بحط ظرف من الفانيليا. الفانيليا ما تستغنيش عنها، حطيها مرتين، مره مع القرع ومره مع اللبن. بصوا يا ولاد، دي كوبايه الميه بتاعه القرع اللي ما اتسلق فيها، انا صفيتها. ما بياخدش على النار 10 دقايق، وعلى طول بتطفي عليه وتصفي الميه اللي فيه، تاخديها في كوبايه. حطيت كده معلقه من السكر، وهقلب بقى طبعا ايه الكريم شانتيه مع النشا مع السكر مع الميه بتاع كوبايه الميه القرع اللي احنا حطيناها كويس قوي. وهرفع كل الخليط ده على النار لحد ما يديني قوام المهلبيه، وبعد كده ايه شوف هنعمل ايه. يلا يا ولاد نرفعه على النار. دلوقتي احنا رفعنا كده الحله على النار يا حبايبي، وده شكل الصينيه بتاعتنا. طبعا كده انا سبت الصينيه حطيتها على الرف في التلاجة على بال ما ايه قلبت المهلبيه بتاعتي وبقت تمام معايا. هنزل بقى كده ايه بالخليط اللي انا كنت عاملاه دوت، المهلبيه اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين كده، وعليها ميه القرع طبعا. بصوا يا حبايبي اهو، وهوزعها كويس قوي على الصينيه بتاعتي كده. جهزت معايا صينيه القرع. فاضل بس ايه خطوه واحده هنعملها مع بعض، بس هعملها بعد ايه 10 دقايق. هسيب الصينيه بس ايه الوش بتاعها كده يتماسك، تعمل قشره على الوش عشان اقدر ادهن الوش بتاعي. هعمل ميكس ما بين السمن، معلقه سمن ومعلقه من العسل الابيض، هقلبهم على بعض تمام كده، وهنزل بيهم على الوش بتاعي. هترشيهم كده، وبعد كده هتوزعين بالفرشه السيليكون بتاعتك. بصي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، هتاكلي احلى قرع. حماتك هتدعيلك كتير كتير كتير. اتوصي بحماتك بس وسقعي لها صينيه القرع كده،
ويديها لها كده، اقول لها خدي خدي اعملي لها صينيه كامله، اكيد بتحب القرع هي كتير، اديها صينيه قرع يا قلبي. ما بتريقش على فكره، انا عندي ولاد وهبقى حما، خلوا بالكم. بصوا حبايب قلبي كده بالشكل ده كده الصينيه بقت معانا تمام. هنعمل ايه بقى؟ انا مشغله الفرن، هدخل الصينيه لمده 7-8 دقائق. على فكره انا بوريكم القرعيه التانيه انا قطعتها مكعبات كده وهحطها في التلاجة كده يا ولاد. صينيه القرع اتسلقت معانا، كنت مسخنه طبعا الفرن كلها 7 دقائق، طفيت الفرن من تحت وسبت الوش بس. بصوا شكلها عامله ازاي. والله يا ولاد جربوه هتدعوا لي، جربوا القرع بالطريقه دي وهتدعوا لي بجد. انا ما اقدرش يجي الصيف عليا وما اعملش فيه القرع ده تكرار ومرار كده بصراحه يعني. هو طبعا والجيلي والعزيزيه والحاجات دي. بصوا يا ولاد اهو قطعت لكم حته صغنطوطه خالص اهو اوريها لكم. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. وما تقطعوش لما تبرد خالص، تحطيها في التلاجة شويه ودوقيه وقولي لي ايه رايك. الف هنا وشفا حبايب قلبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم. يلا حبايبي سلام عليكم.